بما ان احنا في ايام العيد حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وحبيت اتكلم عن فيلم بحبه جدا جدا، هو فيلم عسل اسود. الفيلم ده اللي كنت بحب اتفرج عليه دايما وانا صغير، وكنت دايما بضحك عليه. لكن الفيلم ده كل ما اكبر بيحسسني بقد ايه ان الفيلم ده بيتكلم عن الواقع والحقيقه اللي انا طبعا ما كنتش شايفها وانا صغير. وكل ما اكبر عرفت بالفيلم ده تتحول لعلاقه توكسيك، وده بسبب الاخطاء الساذجه اللي كانت موجوده في الفيلم. ولكن الفيلم فعلا بحبه لحد دلوقتي، ولكن بدل ما كنت بضحك عليه بقيت بحزن، لان دي الحقيقه للاسف. وليه احنا بشكل عام بدات تتحول علاقتنا من الفيلم ده للضحك والانبساط للحزن وعدم الارتياح. فعشان كده تيجي اتكلم في الفيلم ده، وما تنساش تدوس لايك واشتراك، ويلا نبدا. وبكره هيكون حماس هذا الزعيم ونوس هذا ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلني انت عاجبك حالك؟ احنا مش جينا النهارده نحكي عن قصه مصري سعيد العربي، احنا جايين نحلل الحاله اللي عملها الفيلم ده سنه 2010. السينما المصريه شافت طفره حقيقيه، فيلم متمرد على فورمه الكوميديا المعتاد عسل اسود. ما كانش مجرد ضحك، ده كان مرايه اتحطت قدام وشوشنا كلنا، ومرايه مكسوره بتوريك الحاجه. خالد الديب المؤلف وخالد مرعي المخرج قرروا ياخدوا مخاطره كبيره، انهم يتكلموا المصريين عن عيوبهم في وقت كان الكل فيه بيحاول يجمل الصوره او يهرب منها تماما. وده للاسف اللي بيحصل دلوقتي. والقضيه اللي لمسها الفيلم ده ان لما الوجع يتحول لضحك. الفيلم ده غاز في الطبوهات الاجتماعيه اللي بنعيشها يوميا، بس بنخاف نوصفها، زي أزمة الهوية والانتماء. فكرة إنك تكون أجنبي في بلدك مش عشان معاك باسبور تاني، بس عشان سيستم البلد نفسه يعاملك كغريب لو ما كانش معاك ظهر أو فلوس. والمعنى الحرفي هنا للفيلم إن هو بيحسسك إن أنت غريب في بلدك، وده اللي عدد كبير جدا للأسف من الشباب المصريين اللي بيحسوه. عشان كده هتلاقي إن في منهم بيلجأ للهجرة غير الشرعية. البيروقراطية والفساد الصغير، مش الفساد اللي بالمليارات، لا، فساد الموظف اللي عايز الشاء، السواق اللي بيستغلك، السبوبه اللي بقت اسلوب حياه. ولو حد قال لي هنا انها مجرد فلوس وحاجات صغيره بيننا وبين بعض وهدايا، ده فساد ورشوه، والاتنين حرام. لان الموظف اللي في المنشاه الحكوميه بكره يتحول لمسؤول، ومسؤول فاسد. والسواق اللي بيطلع منك سبوبه وبيستغلك عشان ما فيش غيره موجود في الموقف بكره يبقى رب اسر، وفساد بيولد في فساد. فما تحاولش تقنعني ان الفاسد هيخلف دكتور، اكيد هيخلف فاسد زيه. ده كمان الفيلم ناقش حاجة مهمة جدا، وهي ازدواجية الشخصية المصرية. الفيلم عبقري في عرض فكرة اننا ممكن نكون اكرم ناس في الدنيا زي عائلة منصف، وفي نفس الوقت ممكن نكون اكتر ناس بنأذي بعض في الشارع، زي مشهد الميكروباص والتحرش السرقة. تناقض كبير جدا في المجتمع. 50% من الشعب بقى كويس، و50% من الشعب بقى وحش، ودي كارثة في حد ذاتها، لأن عمر ما مصر ما كانت متناقضة بالشكل ده. والغربة داخل الوطن، ودي أهم قضية ناقشها الفيلم، ودي واحدة من أصعب القضايا. إن مصري قاعد طول الفيلم بيحاول يحب البلد، والبلد حرفيا كانت بتطرده. دي مش بتواجه بس مصري كمشكلة عنده، دي بتواجه أغلب المصريين، وخصوصا المصريين اللي اغتربوا في أوروبا وأمريكا لفترة طويلة. لما بيرجعوا مصر بيحسوا إن هم عملوا اكبر غلطه في حياتهم، لانهم اتعودوا على النظام، وحتى لو ما كانش فيه نظام فهم اتعودوا ان هم ما يسكتوش. طيب ليه الفيلم ده كان طفره سينمائي؟ قبل عسل اسود كانت الكوميديا بتعتمد على الافيه اللفظ الصريح، لكن الفيلم ده كان كوميديا الموقف الاسود، اي الكوميديا السوداء. وده اللي قدر الفيلم يعمله، استخدم كذا اسلوب قدر ان هو يوضح الفكره بشكل عام، زي الواقعيه المفرطه، الديكور، الاضاءه، زحمه الشوارع، وحتى ريحه الاكل اللي كنت بتحسها من شاشه الفيلم. الفيلم ما كانش متصور في استوديو، كان متصور في قلب القاهره. بمعنى حقيقي ان الفيلم ده تحس ان هو بيتكلم عن حياه شخص مصري عادي جدا بيقابل الحياه دي كل يوم. كمان استخدام البناء الدرامي، الشخصيات طارت من الانبهار للصدمه للانكسار وبعدين القبول، لكن القبول المكره، وده قوس درامي نادر جدا انه يحصل في الافلام الكوميديه. خلينا بقى نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي الأخطاء. زي ما الفيلم كان عبقري، لكن كان فيه شوية سقطات خلت بعض النقاد يشوفوه إن هو كئيب زيادة عن اللزوم أو غير واقعي. زي مثلا رسم شخصية مصري كنت ساعات بتحس إن هو ساذج بزيادة، مش مجرد واحد غايب عن البلد بقاله 20 سنة. في حاجات بديهية في التعامل البشري كان بيقع فيها، كان جاي من كوكب تاني مش أمريكا. بمعنى إن مصري ساعات كتير كنت بحس إن هو غبي أو في حاجة غلط، وده اللي هتحسه فعلا. زي مثلا إن هو ما كانش يعرف إن المصريين بياكلوا رنج، ما معروف إن المصريين بياكلوا رنج. او حاجات تانية كتير حصلت في الفيلم ما كنتش فاهم ازاي مصري كان عاملها. وفي حاجات برضو زي اخطاء في التصوير واخطاء في عدد من اللقطات، غير طبعا النهايه الرومانسيه. قرار بقاء مصري في مصر بعد كل اللي شافه، البعض بيشوفوا نهايه غير منطقيه واتحطت بس عشان ترضي الرقابه والمشاعر الوطنيه، لكنها فنيا ما كانتش مبنيه على اسباب قويه تخلي شخص عاقل يضحي بحياته في الخارج عشان يعيش في ميكروباص. الصباح الفل، يعني مين اللي هيسيب امريكا وشخص بقاله 20 سنه وكمان مصر كان شغال شغلانه كويسه وكانت مأمنه له حياته، ويرجع يعيش تاني في مصر في موضوع مجهول، هو ما كانش عارف يشتغل ايه في مصر اصلا او هيعيش عليه؟ هتقولي ما هي لازم الافلام تنتهي بنهايه كويس. عدد ضخم من الافلام الاجنبيه سبب نجاحها هي النهايه الصادمه اصلا للمشاهد، زي فيلم 7 مثلا. ونيجي لاهم نقطه في الفيديو، وهي العلاقه التوكسيك، من السعاده للوجع. ليه لما بنشوف الفيلم ده لوقت
بنحس بغصه. ليه علاقتنا بقت توكسيك بالفيلم ده؟ لما كنا اطفال كنا بنشوف فيلم ضحك وبس، بنضحك على الانجليزي بتاع هاني رمزي وعلى خناقه الميكروباص وعلى الفطر المشلتت، كنا شايفين ان مصر ده بطل وان في الاخر البلد دي فيها حاجه حلوه فعلا. لما كبرنا اكتشفنا ان عسل اسود ما كانش فيلم خيالي، ده كان وثائقي. الوجع اللي كان فيه مصري بقى هو الوجع اليومي بتاعنا، كلنا بنمر بنفس المشاكل والحاجات اللي بتحصل للمصري. حتى لو ما واجهناش المشاكل دي فللاسف هتلاقي عقول مش فاهم العقول دي بتتكلم ازاي او من انهي مبدا هتتعامل معاه، ولكن فعلا المعامله بقت مع العقول دي صعبه جدا وبتلجأ طبعا لطريقه مش كويسه عشان تخلص منه. طيب ليه الفيلم بقى توكسيك لما كبرنا؟ لاننا بقى نشوف الفيلم ومش عارفين نضحك، بقينا بنشوف نفسنا في مصري وبيحاول يلاقي مبرر واحد يخليه يفضل في مصر، والفيلم بقى بيفكرنا بالوعود اللي ما تمتش وبالامل اللي بيصدم الواقع كل يوم. كانت في جمله جميله قوي في الفيلم ده كان بتقول فيها حاجه حلوه، واحنا كبرنا وبقينا بندور على الحاجه الحلوه دي اللي تخلينا نفضل موجودين، وللاسف مش لاقيين غير العسل الاسود. طعمه حلو بس لونه غامق وبيسيب اثر ما بيتمسحش، غير ان واحد من اسوأ الحاجات اللي ممكن تجربها في حياتك لانه مضر بشكل كبير جدا على الصحه. وفي النهايه عسل اسود هيفضل واحد من اهم كلاسيكيات السينما، مش لانه ضحكنا، لا، لانه كان شجاع كفايه انه يقول لنا الحب للوطن مش كلام في اغاني، ده وجع بنختاره بكامل ارادتنا. احنا والفيلم ده في علاقه حب وكره، بنهرب منه عشان ما يواجهناش بحقيقتنا وبنرجع له تاني عشان هو الوحيد اللي فهمنا. وطبعا واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلت الفيلم ده نتعلق بيه علاقه ابديه هو ان هو بيحكي عن قصه اي انسان مصري عادي، سواء كان الراجل او الست او الطالب او الموظف المتعلم او الرئيس او اي حد. الفيلم بيحكي عن تجارب كلها اللي احنا بنعيشها يوميا من الصغير للكبير وبس. ولو عجبك التحليل ده عن فيلم عسل اسود فما تنساش تدوس لايك واشتراك وتقولي في التعليقات ايه الحاجات اللي علقت معاك في الفيلم ده، وليه الفيلم ده لما كبرنا بقى توكسيك، وتحب المره الجايه نتكلم عن فيلم تاني ولا نتكلم عن شخصيه ممثل ولا نتكلم عن حاجه تانية. فاكتب في الكومنتات وانا ان شاء الله بعمل عنها حلقه. وسلام.